جماعه ركزوا معايا بقى في طريقه اللحمه دي. عارفين انتوا الفيديوهات الكوريه اللي بتفضلوا تقولوا نفسنا نجرب الطريقه دي، بس انتوا مش عارفين تجربوها ازاي ولا عارفين الطريقه؟ انا جبتها لكم النهارده. لو عجبكم الفيديو اول حاجه ما تنسوش الكومنت واللايك بتوعكم وحركه الاكسبلور عشان الفيديوهات بتاعتي تعلى، علشان انا الصفحه بتاعتي كان فيها مشاكل، ونساعد بعضنا بقى وتشوفوا الحلاوه اللي انا عاملاها لكم دي بالاندومي الكوري، اللحمه كل حاجه باحلى شكل وطعم ممكن تتخيلوه على الاطلاق، حرفيا تستاهل بقكم. يلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه جبنا اللحمه بتاعتنا دي، النص التاني من الريشه، مش الريشه فيها نص شكله حلو ونص اللي تحت، هو ده النص اللي تحت. اديتهم شطفه بسيطه، وجبت بقى في حاجه عندي غويطه شويه سمنه، حبهان مستكه، ودي تومتين او 3 تومات توم، وورق لورا. وتنزلوا بقى الحته اللي فيها شكل الدهون تحطوها هي على السمنه مباشره على النار، ولازم يعني تكون سخنه، بس ما تسخنش لدرجه ان انتوا تحرقوا السمنه، فاهمين؟ بس دقيقه كده واقلبها على الوش التاني، وعليها رشه فلفل اسود على كل جنب. بصوا هرجع ارجعها على الوش اللي ورا تاني. اهم حاجه انا عايزاها ان هي تاخد تشويحه حلوه. وبعدين بقى في بوله هجيب سمنه، معلقه عسل اول حاجه، معلقتين من الصلصه، شويه صويا صوص، ومهم معلقتين كبار من الاويستر صوص، رشه فلفل اسود، رشه بابريكا، وتوم باودر، وبصل باودر، كل واحده معلقتين صغيرين بس على اخرهم، وحبه ميه بيغلوا، واديهم تقليبه. الاويستر صوص ده بيدي سويتنس كده ليها، وبص بتظبط الدنيا كلها. هحط بقى التوابل وهفضل انزل عليها ميه، اهم حاجه بتغلي، واغطيها اسيبها تغلي 5 دقايق، وبعدين اوطي عليها النار خالص واسيبها بقى على لحد ما تستوي. في نص السوا هديها تقليبه على الناحيه التانية، وبعدين في الاخر لما تستوي خالص هحط عليها رشه الملح بتاعتي. بصوا هتلاقوا ان هي بدات تحسوا ان هي خلاص استوت، بعيده عن طريان اللحمه حتى لما تاخدش سوا، ان الصوص هتلاقوه اتشرب فيها كويس قوي. للاندومي بقى الكوري ميه مغليه، وبجيب الاندومي اصلا عادي، انا هعمل لكم الطريقه بتاعت الاندومي الكوري في البيت اصلا. وبعد ما اسيبه يغلي 5 دقايق كده او 3 دقايق، بصفي شويه ميه منها واحط التوابل بتاعتي ايا كانت ايه هي. انا مزوده الميه بتاعتها علشان انا عايزه احط اللحمه فيها وهي حاميه، لكن انتوا بتقللوا الميه اقل من كده. واحط عليها شويه موتزاريلا. بصوا وزي ما قلت لكم لازم تقفلوا النار لما تحطوا الموتزاريلا علشان تمط معاكم. بصوا بقى اللحمه حرفيا لو بتحبوا اي حد اعملوا الاكله دي، حرفيا تستاهل بقكم وبالف هنا.